يقور الليل على النهار ويقور النهار على الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. له الحمد في الأولى وفي الآخرة، وإليه المرجع والمآب. ونشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد، لا والد ولا ولد، باق بعد فناء خلقه، له الحكم وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله، الطاهر المطهر، الكامل المكمل، الشريف المشرف، الصفي والحبيب، رافع لواء الحمد يوم الدين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، استمعنا واستمتعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم من سورة يوسف، غرد وشدى بها كروان التلاوة سيدنا الشيخ عيد شرف، بارك الله فيه ووفقه. والمتأمل منا في تلك السورة يجد أن الله تبارك وتعالى قال فيها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فما من شيء تبحث عنه في دنياك وآخرتك من دروس وعبر إلا وجدت في سورة يوسف المرجع والنصير. من تلكم الآيات والعبر تعلق الإنسان بالله وعدم تعلقه بالبشر. ونقول: ماذا وجد من فقد الله؟ وماذا فقد من وجد الله؟ من فقد الله فقد كل شيء، وإن كانت الدنيا بأثرها بين يديه. ومن وجد كل شيء. من وجد الله وجد كل شيء، وإن كان لا يملك من حطام الدنيا شيء. تلك القاعدة نراها واضحة جلية في تلكم السورة المباركة. لذلك ورد في علم بني إسرائيل أن يوسف الصديق قال: أحبني أبي فجعلني إخوتي في غيابة الجب، وأحبتني امرأة العزيز فكنت في غياهب السجن، وأحبني ربي فجعلني على خزائن الأرض. تلك القاعدة التي لو فهمناها وتعلمناها وعملنا بمقتضاها لنجونا دنيا وأخرى. لما تعلق قلب يعقوب بيوسف قالوا:
ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. والنتيجة اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. امرأة العزيز راودته عن نفسه. شاب استوى في قمة شبابه اعطاه الله شطر الحسن، تربى بين يديها وتحت عينيها، نزغ الشيطان في قلبها، راودته عن نفسه، هيأت وتهيأت، جهزت وتجهزت، اغلقت واحكمت الغلق، والامر اصبح امام عينيه سهلا. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي كان مصيره الى السجن. لكن لما تعلق قلب يوسف في لحظة سهوا ونسيانا بالبشر ولم يطلب من رب البشر، كان مصيره ان يبقى في السجن بضع سنين. اين ذلك؟ لما قال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. من الرب المذكور في ذلك المقام؟ عزيز مصر، كأنه يقول للساق انا مظلوم وهذا مصيري، فاذكرني فاشفع لي فتوسل لي عند ربك. عقابا له انساه الشيطان ذكر ربه، لبث في السجن بضع سنين. احباب الحبيب محمد، في مناسبات كتلك نرى التالين لكتاب رب العالمين وهم يمتعون بالقراءات والمقامات، ولكن اعيب على مجتمع يتسمع الى النغمات والى المقامات وينسى ويتناسى المستفاد من الايات، لان قرآن ربنا جل وعلا ما انزل لنتغنى به فحسب، ولكن قال ربنا جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ربنا جل وعلا قال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب احكمت اياته، لماذا؟ ليدبروا ايات. ونحن كأمة محمد منذ ساعتين استقبلنا ضيفا عزيزا شريفا كريما على الأمة الإسلامية، على قلب كل تقي، منحة ورحمة، هدية وعطية من رب العالمين، ألا وهو شهر الصيام. لماذا أكرم الله أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان دون بقية الشهور؟
شهر المحرم وصفر وربيع أول وثاني وجماد أول وثاني ورجب وشعبان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. لماذا شهر رمضان بالذات هو الذي أكرمنا الله بصيامه؟ لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صيامنا كما عرفه أئمتنا إمساك عن مفطر من طلوع فجر إلى غروب الشمس، صيام عوام، لكن الصيام المطلوب منك صيام الصيانة لكل جوارح. ولو أخذنا مثالا واحدا وطبقناه في ذلك الشهر لكان حري بنا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل فيه الصيام. ذلك اللسان لو صناه وحفظناه في ذلكم الشهر لفزنا. رسول الله محمد يقول له الصحابي الجليل معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال له حبيب الله: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أما آتانا خبر الفتاتان اللتان صامتا على عهد رسول الله اشتد بهم الجوع والتعب، أرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطلب منه الإذن في فطرهما، لكن رسول الله لا ينطق عن الهوى، أخبره علام الغيوب بخبرهما. أمر الفتاتان أن تقيع قاعة العولى دما وقيحا وشيئا عبيطا. من المعلوم لدى الجميع أن القيح يخرج من المعدة، الفتاة صائمة، إذا لا شيء في المعدة على الإطلاق، فمن أين أخرجت المعدة الدم والقيح والشيء العبيط؟ إنه تحول مشاهد ومرئي حوله ربنا تبارك وتعالى في بطن الفتاتين. ملأت الأولى نصف الدلو والثانية أكملت. قال حبيبنا محمد: صامتا على ما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. صامتا عن الطعام والشراب وهو حلال، وأفطرتا على أعراض الخلق وهو محرم. ونحن في مجتمعاتنا، في منتدياتنا، في مقابلتنا، عندما يلقى أحدنا أخاه: ما درتش، ما سمعتش، فلان اتجوزت وفلان اتطلقت وفلان باع وفلان اشترى وفلان بنى وفلان هد وفلان قال وفلان عاد، ونسي أو تناسى أن علام الغيوب جل شأنه قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
فلنحسن استقبال الشهر ولنحفظ فيه ألسنتنا وجوارحنا عما حرم الله تبارك وتعالى. وليكن رمضان ضيفا كريما علينا يرفع إلى الله تبارك وتعالى بأعمال خير ليكون شفيعا لنا عند الله تبارك وتعالى. أما الراحل الكريم أفضى إلى ما قدم وليس له علينا الآن إلا الدعاء. فاللهم يا الله يا عالم السر والنجوى ويا كاشف الضر والبلوى اغفر لراحلنا الكريم. يا رب اغفر له وارحمه، يا رب اغفر له وارحمه، يا رب اغفر له وارحمه. إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز يا ربنا عن سيئاته. نقيه من خطاياه بالماء والثلج والبرد، نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا رب اجعل تلك الليلة أسعد لياليه وخير لياليه. يا رب أسمعه عن سلاما سلاما، يا رب أسمعه عن صدق عبد، يا رب ثبت قدمه على الصراط يوم تزول الأقدام. يا رب اجعل وجهه من الوجوه الناظرة التي إلى حضرتك ناظرة. يا رب اجعل وجهه من الوجوه المسفرة التي هي ضاحكة مستبشرة. يا رب بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يا رب اسقيه من حوض حبيبك محمد شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اغفر له ولنا وللمسلمين أجمعين. شكر الله لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.